السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ها نحن في حلقاتنا مع الغدة الكظرية وخاصة للقصور الغدة الكظرية. نتكلم لكم على موضوع إذا ما عالجتوش قصور الغدة أو داء أديسون، قصور الغدة الكظرية، وش هي الأمور اللي ممكن نتوقعها تقع لنا. أمور خطيرة جدا، ضروري أنكم تبقوا معي حتى نهاية الفيديو، لأنكم باش تكتشفوا هذه الأمور الخطيرة اللي ممكن الإنسان في البداية يقول عندي قصور غدة كظرية ولا شيء، لكن ممكن نعمل نتوقف على هذا ونتوقف. لا لا لا، لابد من العلاج. نبقى نتكلم إن شاء الله على العلاج الكيماوي والعلاج الطبيعي، وش هي الأمور اللي ممكن ناخذوها، ولكن ما نسبقوش الأول، نعملوا إن شاء الله حلقات باش نستفيدوا ونستوعبوا الأمور بشوية يعني وبالهداوة، مرحلة بعد مرحلة. إذا ما عالجناش داء الأديسون، قصور الغدة الكظرية داخل الجسم، يحدث لنا وممكن يقع لنا النوبات الأديسونية، تسمى نوبات أديسونية. وش هذه النوبات الأديسونية؟ هي نوبات تؤدي إلى الموت. الناس يموتوا من واش؟ ممكن معناه يموتوا يصابوا بالموت، لأن كاين أمور خطيرة جدا 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 لابد أنها تراقب. وش هي الأمور اللي لازمها تراقب كي ما نصابوش بهذه النوبات؟ هي أول شيء، إذا ما عالجناش الغدة الكظرية يصيرنا انخفاض حاد في ضغط الدم. معناها الدم نتاعنا ضغطه ينزل إلى أقل المستويات، حتى ممكن يصل إلى تقريب الصفر، يعني يولي ما عندناش أي دورة تاع دم، والدم لا يعني ينشط ويدور في الجسم، فإذا كان فيه ولا شيء أي حركة فالموت يعني يكون يعني حتمي. حذاري ثم حذاري، ما نلعبوش مع الغدة الكظرية ومع قصورها. ضروري أننا نسرعوا ونشوفوا إذا لقينا واحد عنده علامات قصور الغدة الكظرية، ضروري أنه يمشي يعالج إن شاء الله. الأمر كذلك المولي وعنده علاقة مع السكر في الدم، وهو ينزل إلى أقل المستويات الممكنة في السكر، وإذا نزل السكر مستوى ضعيف 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 جدا، ممكن الإنسان يتوفى كذلك، يموت. مضاعفات خطيرة جدا جدا جدا. وكذلك كاين أمر كذلك وهو ارتفاعات مستويات البوتاسيوم، ولهذا أحيانا يقول لكم اعملوا تحليل البوتاسيوم في الدم. لماذا؟ لأن البوتاسيوم إذا ارتفع بصورة كبيرة عنده علاقة مع الغدة الكظرية. يقول له حذاري، كاين هناك أمور كذلك نحلوها في الدم، ولكن من بينها البوتاسيوم. حاولوا تحفظوا هذه الكلمة، الناس قصور الغدة الكظرية إذا ارتفع. إذا كل الأمور اللي تخلي لنا أن البوتاسيوم تاعنا يرتفع فأمر يعاون على قصور الغدة الكظرية. إذا حذاري حذاري ثم حذاري. الأمر كذلك الموالي، وهو اللي إن شاء الله نختم به الفيديو تاعنا، وخطير كذلك جدا، وهي الإصابات بالعدوى. يعني تولي الإنسان ضعيف جدا، عرضة لأي عدوى. أي مرض قد ينتظر أنه ينتقل إليك يعني بسرعة رهيبة مقارنة مع الآخرين. مناعتك ضعيفة، فممكن أنك تعاني من هذه المشاكل، وممكن تحف في مرض وإصابة خطيرة جدا تؤدي بك إلى أنك فارقت الحياة. إذا حذاري ثم حذاري، نقول لكم انتبهون إلى هذا الأمر، لأن مضاعفات قصور الغدة الكظرية وخيمة جدا جدا جدا. إذا حذري ثم حذري. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى.